تجاوز إخفاقاته في الوطن الوطني والتركيز كثيرا على مباراة كايزر تشيفز لأنه يمثل كرة القدم الوطنية مغرب تطوان أمام كانو بايلرز، وكذا نادي الفتح الرباطي الذي يستعد للتنقل للعاصمة لومي لمواجهة ستوغوبو. هذا هدف جميل يستحق التفاعل بهذه الطريقة. هدف لعبد العزيز خضروف شق خروج الحارس بافومي كريستوفر ويرفع عن الكرة بجمالية مسجل بذلك الهدف الأول في هذه المباراة. كرة عبد العزيز خضروف وصل مباراة شاشة خروج الحارس بشكل تغطية ومكان زاوية التسجيل ويتعامل مع الكرة بذكاء ويسجل بذلك الهدف في المباراة. عبد العزيز خضروف الأول في مشوار اللاعب الوطنية. 25 دقيقة انتظرنا للتالي على الهدف الأول للمنتخب الوطني.